التكنولوجي. فلتتفضل مشكورا الأستاذ كريم. شكرا سيدة الرئيسة. بدوري أشكر المشرفين على المؤتمر على الدعوة الكريمة للمساهمة معكم مرة ثانية في فعالية هذا المؤتمر الذي أعتبره بأنها خطوة إيجابية كبيرة جدا على مستوى البحث العلمي وعلى مستوى تتبع ما يعرفه المريض على المستوى التكنولوجي، سواء تعلق من جانب قانوني أو جانب التعليم. مادام أنه مرتبط بالوقت ولا 10 دقائق، تطلب منا فقط أن نديروا رؤوس أقلام حول واقع المحكمة الرقمية في المغرب والمحكمة الافتراضية. إذا أننا ندخل إلى الجانب النظري لتعريف مفهوم المحكمة الافتراضية والرقمية ومعرفته على مستوى العالم في مجموعة من الدول المتقدمة، الذي وصلت بالفعل إلى أننا أصبحنا أمام محكمة متنقلة أو محكمة افتراضية من خلال الاعتماد على تكنولوجيا حديثة ومتطورة جدا. ولكن هذا لا يعني أن المغرب لم يقطع بعض الخطوات ولو تبقى خطوات أولية في الطريق إلى الوصول إلى المحكمة الرقمية أو المحكمة الافتراضية. إذا نبدأ بالإشارة أولا أن الحديث عن المحكمة الرقمية أو استعمال الوسائط الإلكترونية في التقاضي ليس وليد اللحظة، بل هو جاء نتيجة على الأقل تجربة عرفها المغرب على نقدر نقول 21 سنة. فأول ولوج أو بداية ولوج المحكمة الرقمية له علاقة باستعمال الحاسوب في المحاكم. إذا هذه كان بطبيعة الحال بداية من الاتحاد الأوروبي، مع استحضار دائما أنه الإشكالية المادية مطروحة بشكل كبير في قطاع العدل لتطوير هذا النوع من الإجراءات المتعلقة بالتطور التكنولوجي. قلت أنه استعمل الحاسوب من أجل الأرشفة وكأداة لإيصال المعلومة، فكان لم تكن هناك تركيز، بل كان كل محكمة بطبيعة الحال لها برنامج خاص له علاقة بضبط الملفات وضبط الجلسات والتأخيرات. أواخر الألفية ظهر مثل تركيز هذا النوع من خطاب ستاج 1 على مستوى وزارة العدل، فأصبحنا نتحدث على أن المراقبة فيما يخص المراقبة أو برنامج أو نافذة المحاكم أصبحت مركزة على مستوى وزارة العدل. إذا كانت هذه بدايات. على مستوى السياسة العامة ظهرت أول مرة التفكير في أو وضع الأرضية على المستوى القانوني على مستوى السياسة العامة للمحكمة الرقمية مع عملية إصلاح منظومة العدالة الذي أشار إليه زليلي، وأشار إلى مجموعة من الأشياء اللي المفروض أن تأخذها الدولة للوصول إلى المحكمة الرقمية من خلال الاعتماد على الدعامة الإلكترونية بدل الدعامة الورقية. أول ملاحظتها فنحن نعيش مرحلة انتقالية لا يمكن معها الحديث عن الدعامة الإلكترونية باستخدام الدعامة الورقية، بل لابد من توفر على الأقل في العشر سنوات أو 15 سنة المقبلة عن توفر الدعامة الإلكترونية والدعامة الورقية في نفس الوقت، لأن هذا ما يفسر أن المنشأ حتى في المشاريع ديالو غالبا ما يعتمد على المدعي في طرف الدعامة الإلكترونية ويعطي المرتبة الثانية للمدعى عليه. لماذا؟ لأنه ليس هناك ضمان فيما يخص توفر المدعي على الدعامات الإلكترونية كي يتحدث عن وجود تبادل إلكتروني للمعطيات في مجال العدل. إذا قلت بأن نطاق صحيح المتعلق كان هو الإطار في السياسة العامة والأرضية القانونية اللي على أساسها يمكن أن نقوم بإدخال مجموعة من التعديلات التي تخص على القوانين المصدرية، ونتحدث هنا عن القانون المصدري الجنائي والقانون المصدري المدني، لكي نضع الأرضية القانونية لاستعمال الوسائل الإلكترونية في التقاضي. بطبيعة الحال أن هذا النطاق كان في 2013 عرف ضغط كبير جدا على مستوى التنفيذ لا على المستوى التكنولوجي، لأن كان عبارة عن تجارب. فنعرف بأن وزارة العدل اعتمدت على الإمكانيات المادية ومجموعة من المهندسين أصلا موظفين تابعين لوزارة العدل، وكان من خلال التواصل مع الفرقاء داخل قطاع العدالة بصفة خاصة قطاع الدفاع من أجل نقل ما يسمى قانون المسطرة المدنية من القانون الورقي إلى قانون قائم على الدعامة الإلكترونية. الشروط التي توفر فيما يخص الدعوة، المقال، الشروط ديال طريقة إيصال المقال، طرح إشكال ديال الأداء الإلكتروني، طرح إشكال ديال التوقيع الإلكتروني. إذا كان هناك تفاعل ما بين رجل قانون ورجل تكنولوجيا من أجل أن نقوم بوضع أرضية أو دعامة إلكترونية
عندها علاقه بقانون بالنص القانوني هو قانون المسطره المدنيه. اذا هذا استمر تقريبا من 2014 الى 2020. 2020 كانت ربما هذه لحظه تاريخيه حاسمه، لان حاله الطوارئ الصحيه كانت لها ايجابيات كبيره جدا على مستوى الدعم فيما يخص تنزيل الوسائل الالكترونيه على المستوى التقاضي. اذا هذا رجعتوا للقانون او مفهوم القانون اللي كان على حاله الطوارئ الصحيه اللي 92 20 ماده 3 تعتبر الاطار القانوني الذي اعطى امكانيه استعمال خاصه على مستوى المحاكمه عن بعد، ولا زال لحد الان المحاكمه عن بعد على مستوى المحاكم ذات موجوده الان. الغطاء القانوني هو مقتضى الماده 3 من مفهوم قانون حالة الطوارئ الصحيه، وكذلك البلاغ المشترك للسيد رئيس المتدبر السلطه القضائيه النيابه العامه ووزير العدل. على مستوى الاجراءات المرتبطه بالجانب المدني كان بطبيعه الحال انه مجموعه من المحاولات اللي عندها علاقه باستعمال الوسائل الالكترونيه على مستوى المحاكم، وغنلاحظوا بانه يبقى مجال المال والاعمال هو نموذج بيلوت بالنسبه للمحكمه الرقميه على مستوى المغرب. فتعتبر المحكمه التجاريه بالدار البيضاء هي نموذج بيلوت بالنسبه للتقاضي في يخص الماده المدنيه او مسمى المصادر الكتابيه. بطبيعه الحال هي الان في اطار الاجراءات الاولى لازم هناك صعوبات كبيره جدا. لماذا؟ لان هذا المشروع في حد ذاته يسير برجل واحده، فلا يمكن الحديث عن محكمه رقميه او التبادل الالكتروني في الماده المسطره المدنيه اذا لم يكن هناك تكافؤ على مستوى الفرقاء داخل المحكمه او جسم العداله، واخص بالذكر الدفاع والمحكمه مع استحضار فرقاء اخرين والمفوضين القضائيين والخبراء بشكل اقل التراجم. اذا لم يكن هناك تطور تكنولوجي مرتبط بين مكاتب المحامين والمحكمه فلا يمكن ان نتحدث عن محكمه رقميه او التبادل او اعتماد الدعامه الالكترونيه فيما يخص التقاضي. اذا هذا ربما من بين العوائق المطروحه الان، وذلك يتطلب من ان الدوله او القطاع العدل باعتبار ان وزاره العدل هي المشرفه على القطاع انها تهتم بالجانب المتعلق بالتشوين وكذلك ايجاد او وضع الوسائل التكنولوجيا او اللوجستيكيه يمكن انها نوصلوا في نفس الجانب المتعلق بالمحكمه الرقميه على مستوى الاجراءات المسطريه ومطابق الجانب المدني. يطرح نقطه بالسرد الماحي على مستوى المحاكمه عن بعد. على المستوى التكنولوجي نقدر نقول بانه في المغرب لا زلنا نعيش الارهاصات الاولى لما يسمى الان تطور التكنولوجيا على مستوى مسطره الدعوه العموميه. لماذا؟ لانه الوسائل اللي كنشتغلوا بها الان هي وسائل بدائيه جدا، لا يمكن ان نعتمد عليها لكي نضمن المحاكمه العادله، ونعرف بانه لا بد ان توفر مجموعه من الشروط او مجموعه من الاشياء القانونيه يمكن من خلالها نضمن المحاكمه العادله. والمغرب بطبيعه الحال هو ملزم باحترام مجموعه من الاتفاقيات الدوليه التي تنص على ضمان المحاكمه العادله، وهي اشياء مطروحه الان على مستوى تحقيق الدعوه. فمن الصعب جدا ان نعتمد على الامكانيات الحاليه في تحقيق الدعوه خاصه في بعض القضايا او بعض الدعاوى اللي تكون مركبه. يمكن انه نستعمل وسائل التواصل الان في اطار المحاكمه عن بعد في اطار بعض الجناح البسيطه من خلال اسئله واجوبه، ولكن عندما تريد ان تناقش وتواجه او تقوم بالتحقيق فيما يخص استعمال الشهود وغيرها فمن ربما من المستحيل جدا ان تتحدث على وجود شروط المحاكمه العادله في ظل المعطيات الموجوده حاليا. اذا هذه بعض المعطيات اللي عندها علاقه بالجانب المتعلق بالمحاكمه العادله. تطرح اشكاليه ما العمل، يعني ماذا قطع على المغرب على مستوى الوصول الى المحكمه الرقميه. إلا جينا الان على مستوى القراءه السوسيولوجيه للمحاكم في المغرب كنوجدوا بانها هذه المحاكمه او المحكمه الرقميه تتواجد في المدن الكبرى، بمعنى بصفه خاصه المحاكم اقرب الى المال والاعمال والاداره. يمكن نوجدوا الان المحاكم التجاريه، المحكمه التجاريه كما قلت في الاول هي النموذج بيلوت، يمكن وجدوها في المحاكم الاداريه نفسها لقطاعات اشهر معينه،
وكيوجدوها في اطار العلاقات ما بين المكاتب التي توجد بها هذا النوع من الملفات اللي عندها علاقه بالمجال المالي والاعمال. بمعنى المكاتب التي تنوب على الارض الاصل ديالها حتى المستوى العالمي ان كانت دائما عباره عن مراكز التحكيم لدى المكاتب المحامي المال والاعمال، في حين انها لا زال السير ديالها بطيء بعض المحاكم ذات الطبيعه الاجتماعيه. على مستوى المحكمه الدعوه العموميه، الغطاء القانوني الان هو مقتضيات الماده 3 من مرسوم او قانون مرسوم قانون بمرتبه الحالة الطوارئ الصحيه. بإلغاء هذا القانون بطبيعه الحال لن تكون هناك تغطيه قانونيه، بل لابد من البحث عن تغطيه قانونيه يمكن ان نصل بها الى وضع الاطار القانوني يمكن انه يضمن هذه المحاكمه عن البعد والمحكمه الرقميه. هناك سير بطيء على مستوى التشريع، وهناك تردد على مستوى التشريع، لان حتى المسوده المشروع التي اشار اليها الزميل اللي كانت وضعت بعجل في اللحظه ديال الحاله الطوارئ الصحيه، واثناء النقاش الذي اثار مجموعه من الاشكاليات المرتبطه بشروط المحاكمه العادله تم استبعاد واحد في قسم المناقشه، وبقيت الان رفوف وزاره العدل. يبقى مطروح السؤال المطروح الان هو عنده علاقه بالتطور التشريعي او ربما هذا المسلسل ديال النصوص القانونيه المرتبطه بالمجال المسطري واللي زال الان مطروح. فكما قال الاستاذ المهدي، فهناك مشروع قانون الصيانه المدنيه، وهناك مشروع اخر اللي عنده علاقه باستعمال الوسائط الالكترونيه. والمشروع المتعلق باستعمال الوسائط الالكترونيه هو جزء داخل المسطره المدنيه. اذا هنا كيطرح الاشكال لماذا لم يتم ادماج هذه النوع من المقتضيات داخل قانون المسطره المدنيه، مع استحضار لكي نكون منطقيين في السياسه العامه على مستوى التشريع، مع استحضار انه لا بد من اعتماد مقتضيات لها علاقه بالمرحله الانتقاليه، لانه لا يمكن باي حال من الاحوال ان نصل الى المحكمه الالكترونيه في هذه اللحظه بالذات، بل لا بد من اعتماد الدعامه الالكترونيه والدعامه الورقيه في انتظار اننا نصل بطبيعه الحال مع التطور التكنولوجي يمكن ان نحصل عليه، مع توصيه عندها علاقه بانه لا يمكن الحديث عن المحكمه الرسميه بزيرو درهم. لا يمكن الحديث عن المحكمه الرسميه بزيرو درهم، لانه الوسائل الماديه على المستوى التقني والمهندسي الموجودين الان في وزاره العدل لا يمكن فقط هذا النوع هذه الامكانيات انك توصل الى المحكمه الرقميه اللي كتطلب الملايير الملايين ان نقول ملايير من الدراهم. شكرا. شكرا استاذ كريم. نذكر بما قاله الاستاذ. فهناك مشروع قانون الصيانه المدنيه، وهناك مشروع اخر اللي عنده علاقه باستعمال الوسائط الالكترونيه. والمشروع المتعلق باستعمال الوسائط الالكترونيه هو جزء داخل المسطره المدنيه. اذا هنا كيطرح الاشكال لماذا لم يتم ادماج هذه النوع من المقتضيات داخل قانون المسطره المدنيه، مع استحضار لكي نكون منطقيين في السياسه العامه على مستوى التشريع، مع استحضار انه لا بد من اعتماد مقتضيات لها علاقه بالمرحله الانتقاليه، لانه لا يمكن باي حال من الاحوال ان نصل الى المحكمه الالكترونيه في هذه اللحظه بالذات، بل لا بد من اعتماد الدعامه الالكترونيه والدعامه الورقيه في انتظار اننا نصل بطبيعه الحال مع التطور التكنولوجي يمكن ان نحصل عليه، مع توصيه عندها علاقه بانه لا يمكن الحديث عن المحكمه الرسميه بزيرو درهم. لا يمكن الحديث عن المحكمه الرسميه بزيرو درهم، لانه الوسائل الماديه على المستوى التقني والمهندسي الموجودين الان في وزاره العدل لا يمكن فقط هذا النوع هذه الامكانيات انك توصل الى المحكمه الرقميه اللي كتطلب الملايير الملايين ان نقول ملايير من الدراهم. شكرا. شكرا استاذ كريم. نذكر بما قاله الاستاذ. ولان القانون